يتصدر الوداد في المركز الاول برصيد 30 نقطه من اصل 14 مقابله. عزيزي المشاهد، فاز في 8 ديال المباريات، تعادل في 6 دون تسجيل اي هزيمه بالنسبه للفريق الاحمر في بطوله هذا الموسم. محاوله لكل تسديد، للكوكب المراكشي. هدف ولا اروع، هدف ولا اجمل، هدف على طريقه اللاعبين الكبار من محمد الافقي. اكيد يستعيد التوازن مع بدايه هذا المقابله بعد ما فقد بريقوف اكيد في اللقاءات الاخيره لفريق الكوكب المراكشي. شوف الاعاده، شوف الاعاده، هدف مبكر في حدود الدقيقه الثانيه، هدف شميل في شباك فريق الوداد، غيعطي المقابله تشويق خاص. هي بدايه ولا اروع من جانب فريق الكوكب المراكشي في مقابله قلت من المباريات المهمه برسم الجوله 15 من الدوري الوطني الاحترافي. اكيد تحدثت على الوداد في الصداره برصيد 30 نقطه، قلت فاز 8 ديال المباريات، تعادل في 6 دون تسجيل اي هزيمه بالنسبه للفريق الاحمر. محمد اوزوكا، الوداد المباريات اللي استقبل في هذا الموسم، وان كان اللقاءات اللي استقبل فيها كانت خارج القواعد، نذكر حصيلته التنقيطيه يعني 15 نقطه من اصل 7 ديال المباريات، فاز 4 ديال المباريات، تعادل في 3 دون تسجيل اي هزيمه بالنسبه للفريق الاحمر. هذه حصيلته في المباريات اللي استقبل فيها فريق الوداد. اليوم يستقبل الكوكب المراكشي، هذه خطيره 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 خطيره، جول للكوكب. الكوكب يضرب بقوة مع بداية المقابلة. عزيزي المشاهد، الهدف الثاني، شوف الأخطاء من جانب فريق الوداد، والعرضية والراسية جميلة، تعطي الهدف من ياسين الذهبي، هدف من ذهب من جانب المهاجم ديال فريق الكوكب المراكشي. أين اختفى الفريق المراكشي اليوم في مقابلة أمام المتصدر؟ يبدأ المقابلة بهذه الطريقة، أكيد هي روح الكوكب المراكشي حاضرة في هذه المقابلة، وتعطي الهدف الثاني من جانب ياسين الذهبي في حدود دقيقة 15. هدفين دون مقابل. أقول بأنه أكيد المتفائلين من جانب فريق الكوكب المراكشي ما كانوش يتوقعوا هذا السيناريو، جوج ديال الاهداف في حدود دقيقة 15، وكذلك المتشائمين من جانب أكيد جماهير فريق الوداد الرياضي ما كانش تتوقع هذا السيناريو الرهيب، أنه الكوكب يبدأ بهدفين دون مقابل. بعد ذلك ياسين الذهبي كيمنح الهدف الثاني لفريق الكوكب المراكشي. وشفنا مريانا، قلت بأنه أكيد يوسف مريانا اللي كان لعب سابقا لفريق الوداد كلاعب. هذه محاولة خطيرة، جول ثالث، جول ثالث ياسين الذهبي على بعد اكيد لحظات من نهايه المقابله في حدود دقيقه 42 كيتمكن من تسجيل الهدف الثالث لفائده فريق الكوكب المراكشي. 3-0 اكيد ثلاثيه اقول مدويه في هذه الجوله بالنسبه لفريق الكوكب المراكشي. شوف سوء التغطيه، شوف الاخطاء الدفاعيه من جانب عناصر فريق الوداد الرياضي، يستغلها على النحو الجيد ياسين الذهبي لكي يتمكن من تسجيل هدف ثالث. يزن ذهبا بالنسبه لفريق الكوكب المراكشي في هذه الجوله الاولى. ماذا يحدث للوداد؟ هذا سؤال يطرح بشكل كبير خلال فترات هذه الجوله الاولى. المتصدر الذي اسقط الكبار والصغار، المتصدر اللي حقق اكيد نتائج ايجابيه وتمكن من تحقيق 8 ديال الانتصارات كاول فريق اكيد بالنسبه للفرق اللي حققت اكبر عدد من انتصارات في بطوله هذا الموسم. عندك الوداد 8 ديال الانتصارات، وعندك الدفاع الحسني الجديد 8 ديال الانتصارات. اكيد فريق الكوكب المراكشي انتصار غيكون له طعم خاص، اقول طعم خاص. وعلى ذكر الانتصارات وعلى ذكر احمد الباشا اللي اكيد اليوم هو المدرب الرئيسي لفريق الكوكب، هذه تسديده جول
جول جول جول جول، واخيرا ياتي الهدف، واخيرا ياتي الهدف، الهدف الذي حرك المدرجات من جانب جماهير الوداد. هل سيكون كافي بالنسبه للفريق الاحمر للرجوع في النتيجه؟ وليام جيبور في حدود دقيقه 74 يتمكن من فك شفره دفاع فريق الكوكب المراكشي. فابريس انضم لعب العرضيه بهذه الطريقه، هيا بالصدر على طريقه تاكيد اللاعبين الكبار، ويباغت حارس فريق الكوكب المراكشي، يباغت حارس الكوكب المراكشي بهدف اول من جانب فريق الوداد الرياضي. هذا اصبحت نتيجه 3-1. ستكون كافيه للوداد للرجوع في نتيجه المباراه. كل المعطيات تبقى وارده في كره القدم، كل المعطيات تبقى واردة في هذه المباراة بين الكوكب والوداد، والوداد الرياضي والكوكب المراكشي. تقليص الفارق من جانب الوداد. شوف هذه محاولة ابعاد كتمشي وسط الميدان. اذا ويام جيبور كيتمكن من تسجيل هدف رقم 11، وبذلك ينفرد بصداره ترتيب هدف الدوري الوطني الاحترافي، وكيترك المركز الثاني لجلال الدودي من حسنيه اكادير. هذه محاوله للوداد، ارتباك في دفاع فريق الكوكب المراكشي. قلت انه ادخال كيد لاعب خامس في خط دفاع فريق الكوكب المراكشي. يبان بانه الكوكب يطمح انه يحافظ على النتيجه، لكن الوداد تمكن اخيرا من تقليص الفارق، وكتصبح النتيجه 3-1. يعني سيفرح احمد البهجه بانتصار غيكون مهم لفريقه فريق الكوكب المراكشي. وعلى ذكر الانتصارات هذه خطيره، جول 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 جول. مباراة ما انتهتش، المباراة لم تنتهي بعد هدف ثاني للوداد على بعد 2 دقائق من تسجيل اكيد الهدف الاول في حدود اكيد دقيقة 76. العرضية والراسية لفابريس نغيسون داما يتمكن من تقليص الفارق، وبذلك المباراة ستشهد ندية وطابع خاص في اللحظات الأخيرة. اكيد 14 دقيقة على صفيح ساخن، نقول 14 دقيقة على صفيح ساخن من جانب الفريق الاحمر فريق الوداد الرياضي.